الكود ده شكله صح 100%، بس فيه غلط. تقدر تعرفه؟ الكود ده عباره عن جمله شرطيه بتقارن فيها بين قيمتين. الجزء الاول استعملنا علامتين يساوي، في الجزء الثاني استعملنا 3 علامات يساوي. طيب ايه الفرق؟ النوع الاول هو بيقارن بين القيم فقط، لكن انا عشان اقدر افهم الموضوع اكتر لازم افهم ان في انواع للداتا. بمعنى اصح ان انا ممكن اكتب رقم واحد بشكل نصي او رقم واحد بشكل عددي. الفرق بينهم ان ده اقدر اعمل عليه عمليات حسابيه، ده مجرد نص. زي الفرق لما اخد الداتا بتاعت الرقم القومي او المرتب مثلا. نرجع تاني للجزء بتاع المقارنه. جزء الاثنين يساوي كان عباره عن ايه؟ بيقارن القيمه فقط، لكن جزء الثلاثه يساوي بيقارن القيمه والنوع. فهنا القيمه واحد وواحد هيديني ترو، لكن الحقيقه ان ده واحد رقم وده واحد نص. فخليك دايما في المضمون واستعمل 3 يساوي مش 2. عايز تعرف اكتر عن الديباجنج والبرمجه؟ تابعنا على الصفحه.